مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ساوا. جهود حثيثة لإنجاز مشروع مياه الشرب بمنطقة مالوية. مؤسسات الخدمات الاجتماعية في حشيشاي تخلق استقرارا في المنطقة. تصريح أمريكي عن حرب قصيرة الأمد وقصف متزامن من طهران وحزب الله على إسرائيل. بوتين يعرض على ترامب مقترحات لوقف سريع لحرب إيران. حلف الناتو يطلق مناورات كبرى في القطب الشمالي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في ساوا تحت شعار قيمنا درعنا، وذلك يومي 7 والثامن من مارس الجاري بتنظيم مختلف الفعاليات. وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بساجدي بعد أن استعرض النضال المزدوج للمرأة الإريترية من أجل الحرية والمساواة بأن رسالة الثامن من مارس هي العمل بجد للحفاظ على هذه الحقوق. بدورها أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في ساوا السيدة دهب زرآية بأن نضال المرأة الإريترية من أجل الحرية والكرامة الإنسانية إلى جانب نضال الشعب الإريتري بأكمله يعد مثالا يحتذى به. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات المعلومات العامة وغيرها من المسابقات التي أقيمت تخليدا لهذا اليوم. تجرى جهود حديثة لإنجاز مشروع مياه الشرب الصالحة في منطقة مألوية بمديرية عبد القيح. وقال وكيل وكالة إرينا نقلا عن مصادر في المنطقة بأنه تم إنجاز أكثر من 70% من أعمال بناء الأحواض ومد الأنابيب. وأكد مدير ضاحية مألوية السيد حنوم حقوسة أنه تم إنجاز مد أكثر من 5 كيلومترات من الخطوط بين روبابور وتيغيري والقرية. وأفاد السكان بأن المشروع سيساهم مستقبلا في تخفيف مشكلة نقص مياه الشرب التي يعاني منها سكان قرى تيغيري وأنبا جلاي ومألوية. أكد سكان منطقة حشيشة بمديرية حقات بأن مؤسسات الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي أرسيتها قد ساهمت في استقرار سبل عيشهم ومهدة الطريق لتنمية المنطقة. أوضح سكان وكالة رينا أن المرافق الصحية وشبكات المياه والمدارس من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية تسهم سهاما كبيرا في تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما أشاروا إلى أنه تم إنشاء سد جديد لتوفير حل جذري لمشكلة مصادر مياه الشرب للسكان والماشية. وحث مدير الضاحية السيد محمد أحمد عمر على الاهتمام بشبكات الكهرباء والهاتف المحمول لضمان كفاءتها. كما طالب بتخصيص حافلة حارات لهم نظرا لأن الطريق الترابي المؤدي إلى قريتهم قد تم تمهيده من قبل الأهالي. وأكد استعدادهم للمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية في منطقتهم. هذا وتعد منطقة حشيشاي إحدى الضواحي 14 التابعة لمديرية حقاته، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10,700 نسمة. أكدت الجهات المختصة في مديرية فورتو ساوا بأن عمليات الرقابة الجارية على المؤسسات التجارية تسهم بشكل ملحوظ في ضمان جودة الخدمات المقدمة. وأوضح مدير بلدة فورتو ساوا السيد منصور عثمان أن الجهات المعنية تنفذ حملات تفتيش ومتابعة دورية بالتنسيق مع المؤسسات المختصة بهدف ضمان التزام المؤسسات التجارية ومقدمي الخدمات بالقوانين واللوائح الصادرة عن مكتب تراخيص الأعمال والتجارة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل توجيه المؤسسات إلى الالتزام بالمعايير الصحية والتجارية والتخلص من السلع التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلكين، إضافة إلى تقديم التوعية اللازمة لضمان تقديم خدمات سليمة ومنظمة. كما أكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يتم رصد مخالفات لديها. من جانبه أوضح عضو لجنة القانون والنظام السيد ولد عنلوم أن عمليات التفتيش الدورية أسفرت عن ضبط بعض المؤسسات التي كانت تحتفظ بسلع منتهية الصلاحية، مبينا أنه تم فرض غرامات مالية عليها وتوجيه إنذارات مشددة. بدوره أفاد ممثل مكتب التجارة والصناعة بالمديرية سيد نقيس جرماية بأنه تم خلال عام 2025 فقط إصدار 111 رخصة تجارية جديدة في المديرية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض التجار والمؤسسات التي ثبت عملها خارج إطار تراخيص الأعمال.
نظمت الجمعية الوطنية للمكفوفين في الخامس من مارس الجاري دورة تدريبية لأعضائها في مدينة قندع حول كيفية توليد الدخل وضمان سبل تحسين معيشتهم. وهدفت الدورة إلى دعم المكفوفين لتمكينهم من عيش حياة كريمة دون قيود وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات. وأشار مستشار الجمعية السيد جبر مسقل في السها إلى أن نظرة المجتمع للمكفوفين آخذة في التغير، حاثا أعضاء الجمعية للاندماج في المجتمع وإيجاد السبل الكفيلة لتحسين حياتهم المعيشية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للدعم النوعي والمادي الذي قدمته الجمعية وحثوا على استغلاله في تغيير سبل عيشهم. من جانبه أكد رئيس قسم الإدارة والمالية في مديرية قندع سيد تسفى برهان تخلزقي استعداد الإدارة لبذل قصارى جهدها لتذليل التحديات التي يواجهها المكفوفين. نظم فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة محاضرة حول إدارة شؤون ذوي الإعاقة وكبار السن والفقراء لأعضاء لجنة إعادة تأهيل ذوي الإعاقة في مديرية غردات. وقال رئيس وحدة الرعاية الاجتماعية في الفرع السيد منقسو قبر كدان أن البرنامج الذي سيعمم على إدارات الضواحي والقرى يهدف لإحداث تغيرات جذرية في معاملة ذوي الإعاقة وكبار السن والفقراء وسيلعب دورا كبيرا في ذلك. من جهتها أكدت السيدة تابوتو نيغيوسي منسقة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية غردات على ضرورة أن تعمل اللجان بوعي لتعزيز أنشطتها. وحث مدير مديرية غردات السيد إساق طعوم أعضاء اللجان على تعزيز التدريب على الإصلاحات والتنمية في القرى والإدارات المحلية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على صيدل العالمي. دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها 11 فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد إيران ستكون رحلة قصيرة الأمد، مشددا في الوقت نفسه على أن الانتصار على طهران لم يتحقق بعد بشكل كاف. وأضاف أن البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أن ادعاءات ترامب بالقضاء على قوات إيران كاذبة وترمي للتهرب من ضغط الحرب، مضيفا يدنا مفتوحة لتوسيع نطاق الحرب ونحن من سيحدد نهاية الحرب. وأعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة 33 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف داخل إسرائيل، وأخرى قال أنها أمريكية في عدد من دول المنطقة. كما أعلن مواصلة هجماته على مواقع في الخليج. وفي إيران واصلت كل من إسرائيل وأمريكا شن هجماتها الجوية على أهداف عدة داخل البلاد. وفي تل أبيب أعلنت القناة 12 أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل جرى بشكل متزامن من إيران وحزب الله. وعلى الجبهة اللبنانية استهدف حزب الله الجليل الأعلى بالمسيرات، فيما نشرت وزارة الصحة المراجع الدولية وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على فرق الإنقاذ والإسعاف. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية سريعة للصراع الإيراني، وفق ما أعلن عنه مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. أوضح أوشاكوف في مؤتمر صحفي بموسكو أن المكالمة جاءت بطلب أمريكي واستمرت نحو ساعة دون أن يكشف تفاصيل المباحثات بشكل دقيق. وإن كان قال أن بوتين عرض مقترحات على نظيره الأمريكي من أجل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب مع إيران. كما ناقش بوتين مع نظيره الأمريكي مسار المفاوضات الثنائية الجارية بشأن تسوية القضية الأوكرانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، إضافة إلى تطورات الوضع في فنزويلا وآفاق سوق النفط العالمية بحسب ما أفاد به أوشاكوف. ويأتي هذا الاتصال في ظل الأنباء عن توجه الولايات المتحدة لدراسة إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي للمساعدة في الحد من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية بسبب الحرب على إيران وقلق مضيق هرمز. بدأ حلف شمال الأطلسي مناوراته العسكرية الدورية في القطب الشمالي تحت اسم الاستجابة الباردة، وهي تدريبات تنظم كل عامين وتركز هذا العام على تعزيز دور المدنيين في دعم القوات المسلحة في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية بسبب مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك العضو في الحلف. وتجري المناورات خلال الفترة من 9 وحتى 19 من مارس في شمال النرويج وفنلندا بمشاركة نحو 25 ألف جندي من 14 دولة بينها الولايات المتحدة والدنمارك، في إطار جهود الحلف لتعزيز قدراته الدفاعية في منطقة القطب الشمالي التي تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة. وتأتي هذه التدريبات ضمن مهمة أوسع لحلف شمال الأطلسي تعرف باسم حارس القطب الشمالي،
والتي تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للحلف في المنطقة القطبية في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي عليها. في الخبر الأخير دانت شائقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، محذرة من عواقب وخيمة لا يمكن تصورها. وأصدرت كيم يو جونغ وهي مديرة إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري هذا التحذير في بيان صحفي بعد يوم من انطلاق مناورات درع الحرية العسكرية السنوية الربيعية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمدة 11 يوما بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وذكرت أن المناورات تجرى في وقت حرج إذ ينهار هيكل الأمن العالمي بسرعة وتندلع الحروب في مختلف أنحاء العالم بسبب الأفعال المتهورة التي ترتكبها القوى الدولية المارقة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ساوا. جهود حثيثة لإنجاز مشروع مياه الشرب بمنطقة مألوية. مؤسسات الخدمات الاجتماعية في حشيشاي تخلق استقرارا في المنطقة. تصريح أمريكي عن حرب قصيرة الأمد وقصف متزامن من طهران وحزب الله على إسرائيل. بوتين يعرض على ترامب مقترحات لوقف سريع لحرب إيران. حلف الناتو يطلق مناورات كبرى في القطب الشمالي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.